اسمعي، جهزي الزلط ولا ماشي؟ حرام عليك يا جلال، ايش عاد افعلك؟ انا قد جبت لك كل شيء. شوفي ما يخارجش الكلام هذا معي، تمام؟ اعرف منك اللي طلبت منك والا بنشر صورك بالسوشيال ميديا. كل واحد عنده خوات. خواتي خواتي بنات ناس، ما انش بنات سوق. انا عارف كيف التربيه حقهن. المهم هذا اخر كلامك، انا عاد انشر صورك وانت عاد تشوفي ايش اللي يحصل معك. حسبي الله ونعم الوكيل. جلال، شوف الصورة هذه اللي انتشرت اليوم. عاد انا نشرتها اول، بدنا داري. لا مش اللي نشرتها انت، هذه نشرها واحد صاحبي. شوف جديدة. اسكرويني احمد، من ادالك هذه الصورة؟ مالك؟ هذا صاحبي محمد. احمد منين اديت الصورة هذه؟ ايش في؟ اسكرويني، من ارسل لك هذه الصورة؟ ايش في مالك؟ اخي هذه اختي مدى صورتي، لا عندك رقم من هذا؟ رقم من هذا؟ طيب ايش انت يا مجنون؟ من هو هذا؟ قل لي. هذا محمد صاحبي. ابين اقول لك هذه صورة اختي. لا طيب تمام، اختك، صورة اختك اللي تنتشر انا، صح؟ ايوه. شوف كيف تضحك على بنات الناس، بيجي من بيضحك على خواتك. أنا السبب. أنا السبب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى متابعين. موضوع اليوم مفهوم، يعني إنه يعني من دق باب الناس دق بابه، وأنا حبيت أن أوصل رسالتي إنه اليوم بتلعب أنت على هذه، وبكرة بيجي من يلعب على أختك، على زوجتك، على بنتك. طبعا أنا لا أستأنس الشباب فقط، ولكن هناك بنات يلعبين وعندهن من 2 3 4 5 أشخاص ويضحكين على الشباب، وفي شباب يضحكوا على البنات، يعني الجميع بنفس السالفة. فاللي أنا أوصله يعني إذا أنت حطيت نفسك في هذا الموقف مش يجي وقت القضاء وأنت تزعل وتقتلب شريف وتشي، يعني بتروح تقتلها أو تقتل أختك أو تقتله ومدري إيش. فإذا كان رصيدك نظيف ما بيحصل لك شيء. أنت حافظ على نفسك تحافظ على عرضك، يعني إذا حافظت على نفسك بتحافظ على عرضك، بتحافظ على أهلك. زي ما كل الناس عندهم خوات وكل واحد خايف على خواته، فأنت تخاف على خواتك كمان. ثانيا من زرع حصد. إذا أنت زرعت ذرة بتحصد الذرة، وإذا أنت زرعت أعمال سيئة بتحصد أعمال سيئة، ولو في المستقبل ولو بعد حين. فأحب شيء أن تزرع شيء خير تجد الخير في المستقبل. وإن شاء الله ما أكون طولت عليكم برسالتي، وفي النهاية لا تنسوا الاشتراك وزر الجرس واللايك للمقطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.